السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. عندنا دولمة شوفلور من قناة صباح كيتشن. راس شوفلور متوسط احكميه، قطعيه ونقيه مليح، اغسليه ولوحيه في الكسكاس، رشي عليه ملح كمون وفلفل كحل وعصري عليه نص حبة قارص. حطيه على البرمة اللي يكون فيها ماء ونص حبة القارص هذيك اللي عصرتيها، وملح وفلفل كحل وكمون. خليه يفور حتى يطيب مليح. للمرقة لوحي زيت ودجاج، قليه مليح ومن بعد زيديله بصلة متوسطة مرحية رقيق وثوم مهرس، قليهم مليح ثاني. ومن بعد زيدي معدنوس مقطع، طماطيش حبة كبيرة مسكرفجة، راس الحانوت، عكري، ملح، فلفل كحل، طماطم مصبرة، شوية كمون. خليهم يتقلوا مليح مليح على نار هادية واحد نص ساعة هكذاك، ومن بعدها مرقي بالماء سخون ولوحي الحمص تاعك. غير تنحي شوفلور امعسيه وهو سخون، ومن بعد لوحيه في طرشونة ولا شاش، اعصريه مليح من الماء، راه يطلق كمية كبيرة. حطيه في طبسي وزيديله نص صدار دجاج كبير يعود مرحي، بصلة متوسطة مرحية رقيق، ثوم مهرس، معدنوس مقطع، بيضة، شابلور، ملح، راس الحانوت، عكري، فلفل كحل، كمون. خلطي الخليط هذا كامل مليح مليح، دخليه في بعضه وشكلي منه صبيعات ولا كويرات. رمديهم في الفارينة وقليهم في الزيت، ومن بعد قطريهم شوية ولوحيهم في المرقة يكملوا طيابهم. كي قربوا يطيبوا لوحي معدنوس مقطع وقرن فلفل حار يغلي شوية. خلي المرقة تتجمر هذيك وتخثر، ومن بعد قدميهم وزينيهم بالمعدنوس المقطع. جات بنينة وما فاقوش باللي شوفلور. مشكورة صاحبة الوصفة، نتلاقاو في وصفة أخرى بإذن الله.